ماشي. بسم الله هنكمل مع بعض كده بشكل بسيط جدا. هنبدأ النهارده ناخد الموضوع من الأول خالص. أنا دلوقتي العميل ماسك الأكونت بتاعه جديد تماما. اوكي، احنا كده اهو ده الأكونت الجديد غير الأكونتات التانية. ماشي اهو. أول حاجة بعملها إيه؟ بدخل على السيتنج، أول خطوة. ماشي. لما احنا بننشئ شركة جديدة في الحياة دايما الشركة ليها لوجو، ليها عنوان، ليها اسم، ليها بيانات، صح كده؟ ليها ايميل، ليها ارقام تواصل. نفس القصة عندي هنا في الاوتو ريبح. يبقى اذا انا هنا اول حاجة هنشئها عندي ايه؟ بالترتيب كده، همشي بالترتيب اللي موجود عندي هنا برضه. مفيش اي مشكلة عندي. اول حاجة عندي البيزنس بروفايل. فالبيزنس بروفايل عندي هنا اهو بتاع الشركة ككل. هنا اللوجو بتاع الشركة، بدوس كده واعمل له ايه؟ ابلود عندي من هنا من على الجهاز مثلا، واضيف عندي اللوجو، هيترفع عندي ويتضاف بكل بساطة. عايز امسحه بدوس على ريموف بيتمسح. طيب بلتزم بايه؟ بلتزم بالمقاسات دي. تمام. وبلتزم برضو ان هو ما يكونش اكبر من 2.5 ميجا باللي هو مكتوب. تمام. ممكن مع الوقت تلاقي ان المساحه دي كبرت عادي، فانا بلتزم دايما باللي هو ايه مكتوب قدام. ده رقم واحد. طيب تاني حاجه اسم البيزنس عامل ازاي؟ اسم البيزنس ده ما بيظهرش لحد من العملاء، هو بيظهر لي انا هنا. تمام. طيب هنا الاسم القانوني بتاع الشركه اللي متسجل بيه في الاوراق، المفروض ان انا بكتبه هنا. طيب عندي بعد كده ده الايميل بتاع الشركه بضيفه هنا، بضيف رقم التليفون. اوكي. لو في دومين بضيف عندي الدومين هنا. طيب لو في ويب سايت للشركه بضيف الويب سايت بتاع الشركه. تمام. طيب ايه كمان عندي هنا؟ بختار النيتش، هل هي شغاله في انهي مجال؟ شغاله في الاكاونتنج، في الكوتشنج، في الماركتنج، اي مكان شغاله في ايه الشركه بضيف الايه الكاتيجوري بتاعها من هنا. طيب حلو قوي. بعد كده بختار الكرنسي او العمله بتاعتي اللي هيبتدي يجيب لي اصلا الكرنسي ده. هيجيب لي بيها ايه؟ هيجيب لي بيها توتال لو حد عمل بيمنت او مدفوعات عندي في الداشبورد من بره بتاعت السيلز اللي احنا شفناها في البدايه خالص. طيب فانا بختار الكرنسي بتاعتي زي ما انا عايز، واقدر اغيرها في اي وقت. دي من الحاجات المميزه برضه، اقدر اغير العمله في اي وقت عندي. طيب بعد كده بدوس على ابديت انفورميشن. لازم اعمل ابديت. ماشي. اوكي. اعمل ابديت انفورميشن، هيعمل لي ابديت للبيانات عندي. طيب حلو جدا، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين عندي الحاجات دي مش مهمه قوي، الانفورميشن دي مش مهمه. مهم عندي دي البيانات بتاعت العنوان، الزيب كود عندي، السيتي، المدينه، الدوله، التوقيت. من اهم الحاجات. ليه؟ التوقيت ده اللي هتعمل بيه الاوتوميشن. خلي بالك، التوقيت ده اللي هيبعت بيه رسائل. التوقيت ده لو عامل كامبين معينه ايميل ماركتنج وعاملها سكادولينج يبعت في وقت معين. لو عامل في الماركتنج على السوشيال ميديا سكادولينج برضه بالتوقيت ده. فخلي بالك من التوقيت ده. طيب افرض العميل شغال في دوله تاني، زي مثلا عميل شغال في المغرب. اوكي، يبقى خلي التوقيت بتاعه في المغرب طالما العملاء بتوعه في المغرب. فدي من الحاجات اللي انا اخلي بالي ايه منها، والمعلومات الضروريه اللي انا اخدها من العميل بتاعي. طيب هنا اللغه بتاعت البلاتفورم. تمام. وفي الغالب هنختار انجلش، يعني دي اللغات الثانيه. مفيش عربي لحد دلوقتي، بس ان شاء الله في القريب ممكن يكون في عربي. اوكي. طيب بدوس على ابديت هنا عندي، مفيش اي مشكله، هيعمل ابديت هنا. تمام. طيب هنا من الحاجات المهمه في حته ايه؟ ان انا ايه الميل لما يتبعت للعملاء باسم المنصه بتاعتي، اسم الاكونت على الاوتو ربح. فانا عندي مثلا هنا اخليه محمد عزت، وده الايميل بتاعي، ومثلا الجوب بوزيشن بتاعي. اوكي. وده ممكن ان انا احط رقم التليفون بتاعي مثلا مكان. اوكي مثلا، وادوس على ابديت. طيب الرقم ده فيه حاجه غلط، فقال لي ان هو ايه مش فاليد. فاهم حاجه؟ يكون رقم صحيح، واعمل ابديت انفورميشن. تمام. لحد هنا الدنيا تمام. بس دي الاعدادات المهمه عندي في البدايه وانا بعمل اكونت. واول حاجه اعملها البيزنس بروفايل. طيب تاني حاجه، انا انا المدير بتاع الشركه على السيستم على الاوتو ربح. حلو. فهنا ده البيزنس بروفايل بتاعي عندي. فهنا عندي الماي بروفايل كشخص،
ادي الصوره بتاعتي، ادي اسمي، الايميل بتاعي، احط هنا رقم التليفون. لو هنا عامل انا كالندر، هنشوف ازاي نعمل كالندر شخصيه بالمواعيد بتاعتي عشان الناس تعمل لي حجز من عليها. بختارها من هنا، وهنا اللغه بتاعتي. لو عايز سيجنتشر وامضه معينه للايميلات باسمي، اوكي، بحطه من هنا سواء كان مكتوب او صوره حسب ما انت عايز سيجنتشر بتاعك او الامضه. هنا الباسورد تقدر تحط الباسورد الحالي وتعمل نيو باسورد وتعمل له كونفirmation وتعمل ابديت للباسورد براحتك من هنا. اوكي، ممكن اعمل ساين اوت من كل الاماكن. لو انا فتحت الاكونت بتاعي على براوزر تاني او جهاز تاني وعايز ان هو يتشال او عايزه يقفل من على التليفونات او اي مكان، اوكي، بعمل ساين اوت افري وير من هنا. هنا لو انا عايز ازود في المصادقه الثنائيه، ودي من الخطوات المهمه انك تعملها، المصادقه الثنائيه من خلال الابلكيشن بتاع الاستيكيشن بتاع جوجل مثلا. بكل بساطه بتدوس على سيت اب من هنا، هيجيب لك كيو ار كود، بتنزل ابلكيشن جوجل استيكيشن وتعمل سكان وهتلاقيه اتضاف عندك تلقائي. اوكي، عندي بعد كده هنا انا عامل خطوه في الدخول، لازم يجي لي كود على الايميل عشان اعرف اعمل ساين ان على الاكونت. اوكي، طيب حلو جدا، فانا رابطه عندي من هنا. طيب ممتاز جدا. بعد كده بدوس على ابديت هنا، مفيش اي مشكله. ده بالنسبه لي دي من الحاجات المهمه. طيب هنا عندي الكالندر، يعني انا عامل كالندر عندي هنا، ومن الحاجات المهمه المواعيد بتاعتي انا شغال من كام لكام، متاح من كام لكام. هنشوف اهميتها دلوقتي مع بعض. طيب عندي بعد كده هنا عندي البيلنج، دي طريقه الدفع على المنصه. ليه؟ ان في بعض الحاجات فيها كريدت، في بعض الحاجات فيها سبسكريبشن، في حاجات محتاج ان انت تدفع بيها، فانت ممكن بتضيف الفيزا بتاعت الشركه من هنا بكل بساطه وان انت تدفع من خلالها. طيب هنا الشركه فيها اول حاجه قلنا الشركه، بعد كده حضرتك المسؤول عن الشركه في الماي بروفايل، بعد كده المفروض في ستاف، في موظفين جوه الشركه. حلو كده، وكل واحد من الموظفين دول ليه رول معينه. حلو، طيب حلو قوي. عندي من الحاجه المهمه جدا، ادي الناس اللي موجودين عندي موظفين داخل الشركه. كويس، افرض ان انا عايز دلوقتي حضرتك مثلا انا عايز اشيلك من الادمن. اوكي، انا عايز اغير من الرول بتاعتك. هنا بياناتك، الصوره بتاعتك، الاسم، الايميل، الفون، كل الحاجات مفيش اي مشكله. تمام، الكالندر بتاعتك بمواعيدك بالليله بتاعتك كلها من هنا. هنا الرول والبرميشن، انا لو اخترت ادمن فانت دلوقتي ليك كل الصلاحيات اللي موجوده على الاوتو ربح في الشركه، تقدر تشيلني انا شخصيا حتى. اوكي، فالادمن هنا الروس متساويه كادمن. لكن اقدر ان انا اعمل ايه مثلا، اديك ادمن واشيل منك بعض الصلاحيات عادي، مش هديك فانت ادمن بس انا شايل منك الحته دي. اوكي، فدي من الحاجات المهمه جدا. طيب ممكن انا اخليك، لا انا مش عايزك ادمن، ممكن اخليك يوزر عادي جدا، خليك يوزر. فاليوزر ليه صلاحيات اقل عندي، هتلاقي حتى حاجات هيدن ممنوع ان انا اعمل عليها سيلكت. اوكي، خلي بالنا يعني هنا في الاوتوميشن في الفيو كامبينز والفيو ورك فلوز، اوكي، دول معمول عليهم هيدن اصلا. طب تعالوا كده نرجعه ادمن تاني ونشوف. ننزل على الاوتوميشن عندي تمام. طيب برضو متشالين من عندي السيلكت بتاعهم، فانا اخلي بالي انا ابتدي انزل. طب انا مش عايز الادمن ده يبقى ليه دعوه بالرسائل، ما اشوفش رسائل. عايز الادمن ده الكونتاكت ما يدخلش عليه، فبراحتي ان انا بديله الرول اللي انا عايزه. طيب الرولز عباره عن ايه؟ موجوده في مكانين، موجوده هنا تختارهم. موجود ان انا لو عايز على طول حاجه سريعه من السايد بار هنا، عايز مثلا اوردرز كده، فهو على طول هيعمل لي ايه؟ هينزل لي لحد الاوردرز. اوكي، فبس هنا ده تسهيلا وصول لي الحاجات اللي هنا، لكن كلهم تحت بعض. لحد هنا الدنيا تمام، ماشي زي الفل. خلاص خلصنا الدنيا تمام. طيب اعمل باك. فده بالنسبه لي الماي ستاف. طيب عايز اضيف حد جديد، بضيف من هنا اد يوزر، بعمل له بروفايل عادي، بدي له اسم، بدي له الايميل بتاعته، بيقول لي الايميل ده موجود بالفعل. فاذا لو حد هو موجود عندي، افرض عندي ناس كتيره جدا كموظفين،
ولا مش عارف انا كريت الناس دي ولا لا، هو هيقول لي خلاص، اللي هو هيعمل فاليديشن للايميل ويشوفه هل هو موجود قبل كده ولا لا. لو موجود هيقول لي، مش موجود خلاص هيضيف. تمام. بختار من هنا عادي جدا، وبعد كده بدوس على البرميشن وبختار وبدوس على سيف، وبتكريت عندي بكل بساطه، واقدر اعمل يوزر وباسورد وابعتهم للموظف اللي عندي. طيب نكمل مع بعض. عندي الاوبورتيونيتي هنا ان احنا ممكن قلنا ان احنا نعمل بيب لاين. تمام. ودي التفاصيل بتاعتها. ادي البيب لاين عندي. اوكي، ده اللي موجود عندي هنا. ممكن ادوس على كرييت من هنا وكريت واحد جديد واختار الستيج بتاعته زي ما انا عايز. دي كنا اتكلمنا عليه. فانا بسميه من هنا عندي، بديله اسم، هخليه سيلز مثلا، مش هخليه ماركتنج. هنا نيو ليد. اوكي، كونتاكت كلوزد. ممكن اخلي برضو اعمل واحد هنا ستيج جديده واسميها فولو اب مثلا. فولو اب. اوكي، ادوس على كرييت، خلاص هيتكريت عندي البيب لاين ده. طالما اتكريت عندي البيب لاين ده كده زي ما هو موجود اهو السيلز، اقدر ان انا اضيفه عندي فين في الورك فلو بتاعي في الباك بون اللي هو بتاع المنصه. حلو جدا. عندي بعد كده من الحاجات الاساسيه المهمه، احنا زي ما اتكلمنا، الكالندرز او المواعيد بتاعتي عامله ازاي. فانا هنا ان انا محتاج ان انا اعمل كالندر جديده. وخلي بالي في الحته دي، الحته دي فيها حته مهمه جدا في الكالندر. كالندر مليانه تفاصيل، يعني هندخل دلوقتي في حته كلها تفاصيل. ليه؟ تخيل معايا كده الاول، لو انا هحجز ميعاد مع حد موظف، الموظف ده في الشركه ليه مواعيد، صح؟ ده رقم واحد. طب الموظف ده في الشركه، انا محتاج المواعيد ما تدخلش في بعض. محتاج ان هو ياخد ميعاد، بعد ما يخلصه يريح 10 دقايق وياخد الميعاد التاني، صح كده؟ ولا عايزه على طول؟ لا، على الاقل يريح 10 دقايق ما بين كل ميعاد والتاني. تمام؟ طيب الموظف ده افرض ان هو شغال من البيت بعد الشغل، فكده هو في مواعيد ممكن اخليها متاحه زياده عن مواعيد ايه؟ مواعيد الشغل عندي، صح كده؟ طيب عايز ان انا الموظف ده يجي له ايميل قبل الميتنج اصلا ب 10 دقايق. حلو. ويتبعت للعميل برضه. عايز لو انا شغال بي تو بي والمواعيد دي بعد شهر بعد شهرين، يتبعت قبلها باسبوع، قبلها بيوم، قبلها بنص ساعه، قبلها ب 10 دقائق. اعمل سيكونس من الايميلات. فده كله بيتم من خلال كالندر. فبتلاقي احيانا جالك ايميل يقول لك اد تو كالندر الميتنج او الايفنت، صح؟ بتدوس بيتضاف عندك. نفس القصه هنعملها مع بعض هنا بكل بساطه. هدوس على نيو هنا كالندر عندي، واختار حاجه مهمه جدا. انا لو هعمل ده بشكل شخصي بختار بيرسونال. لو هعمله التيم، يعني مثلا انا عندي 5 سيلز شغالين، محتاج ان الفرص الناس اللي تسيب بياناتها كليد تتوزع عليهم بالتساوي. يبقى انا عندي مثلا سيلز 1، سيلز 2، سيلز 3، سيلز 4، سيلز 5. العميل اول ما يضيف الليد على طول يروح على سيلز 1. حد تاني ضاف بيانات يروح على سيلز 2. حد ثالث سيلز 3. حد رابع سيلز 4. عميل تاني يبقى سيلز 5. يبقى من هنا. تمام. اسمها راوند. اوكي. فدي مهمه جدا. تمام. طيب ايه ممكن عندي تاني هنا في الميتنج؟ لو انا بعمل ويبينار مثلا او عامل لجروب ميتنج، ان انا ممكن اخلي هنا ان في هوست واحد، يبقى في كذا عضو عندي من التيم يدخل برضو ايه مع الهوست ده. طيب حلو جدا. وهنا عندي ان انا ممكن اخلي اكتر من هوست. لو كل واحد هيتكلم في موضوع معين مثلا، بنشرح المنصه، كل واحد بيشرح جزئيه، اخلي كذا هوست في الموضوع هنا، وكلهم يبقى لهم مواعيد تتحجز عليه. تمام. فخلينا ناخد هنا البيرسونال عادي خالص. انا هسميها هنا، هسميها مثلا عزت مثلا. والممبر اختار هنا مين الكالندر. كل واحد بيبقى عامل الكالندر بتاعته. اوكي. فدي مهمه جدا. طيب ادي كده انا عندي الكاستم يو ار ال بتاع البوكينج او حجز المواعيد بتاعي. اوكي. مده الميتنج قد ايه؟ ميتنج ديوريشن. فانا ممكن ميتنج اخليه 60 مينت مثلا، انا العميل بياخد معايا 60 دقيقه. وممكن اختار بالساعات، اخليها كده واختار مثلا 1 ايه 1 اور مثلا، هو يبقى ساعه. ماشي. حلو جدا. طيب ادي المواعيد المتاحه ايه؟
من 8 ل 5. طب ليه من 8 ل 5 يا ترى؟ عشان المواعيد دي هي اللي موجوده عندي في البروفايل بتاعي. بصوا من 8 ل 5، من 8 ام ل 5 بي ام. لو جيت هنا في البروفايل بتاعي ارجع لها تاني بس عشان الحته دي مهمه جدا، مش كده قلنا ترتيب البيانات ده مهم. اوكي؟ لان المنصه اول ان 1 كلها مترابطه ببعض، يبقى ترتيب البيانات مهم جدا. طيب لو جينا نشوف هنا عندي، لو نزلت تحت هلاقي المواعيد اهي من 8 ل 5. تمام؟ فادي الامر ايه؟ واضح قدامي. لو غيرت المواعيد ما نخليهاش من 8 مثلا، هخليها من 11. من 11. طيب انا هفضل ادوس على كل واحده؟ لا، هدوس على دي كده واعمل حاجه اسمها كوبي تو اول. حلو؟ وادوس على ابلاي، هيعمل كبيره لكل ايه؟ المواعيد عندي. فدي من الحاجات السهله جدا في الاوتو ريبح عندي في الجزئيه دي. وادوس على ابديت هنا، ده مهم جدا ان احنا ندوس على ابديت عشان يتحدث البيانات عندي. طيب ارجع تاني عندي، كنا كالندرز. اوكي، نيو كالندر بيرسونال. خلاص عرفنا التفاصيل عامله ازاي. هنسميها عزت، هنخليها 1 اور. من هنا بص المواعيد من 11 ل 5. يبقى اذا التغيير اللي انا عملته في البيرسونال سمى عندي في الكالندر بتاعتي. الحاجات المهمه جدا. بعد كده بدوس على كونفيرم. حلو جدا. عندي 2 لينك مهمين جدا. اول لينك ده العميل يحجز من خلاله. لو دوست عليه كده هيفتح معايا ونبتدي نشوف شكله عامل ازاي. ده شكل الويدجت بتاعه كالندر. اقدر اضيفها في الفانل، اقدر اضيفها في الويب سايت، اقدر اضيفها في اي مكان يحجز على طول مباشره من جوه الفانل بتاعتي. ممكن اخليها ستيب 2 في الفانل، يعني اول حاجه يدخل على الفانل يدوس على حجز موعد على باتل مثلا. اوكي؟ او ان هو يسيب ايميله الاول، ياخد الاي بوك الكتاب، بعد كده يروح يحجز ايه؟ ميعاد في الستيب 2 اللي هو الصفحه الثانيه بتاعت الفانل. اوكي؟ طيب عندي هنا من الحته المهمه دي بعمل لها ايه؟ امبيدد كود. بضيفها كده كويدجت عندي، تمام؟ في الويب سايت في اي شكل انا عايزه من خلال الامبيدد كود اللي انا هنا. يبقى هنا بضيفها كلينك عادي خالص، وهنا بضيفها كامبيدد كود. تمام؟ طيب زي الفل. بلاقيها عندي خلاص اتسمت عزت اهو. لو عايز اعمل لها اجيب تاني القصه دي اهو، بدوس على شير من هنا. كالندر بيجي لي نفس الايه؟ الكودين اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب في هنا اختلفت شويه عندي في الامبيدد كود بقى لوحده، و وان تايم لينك. اللينك ده مره واحده بس يروح للعميل يحجز عليه، ما يقدرش يحجز تاني. وعندي السكادولينج هنا. لو انا اخترت اللينك الاولاني في مشكله. ليه؟ لو انا غيرت، شايفين عزت دي؟ اوكي؟ لو غيرت عزت من هنا، بصوا على عزت وبص على الكود ده، يعني افتكر شكل الكود ده، حتى افتكر اخره اللي هو دي بي 5. اوكي؟ وهنا اسمها عزت. تعالوا نغير اسم عزت ده خالص من نيم واخليها محمد مثلا، وادوس على سيف. اوكي؟ ارجع هنا تاني الكالندر بتاعتي. بصوا بقى هنا دي بي 5 زي ما هي، يعني الكود ده ما اتغيرش. اللي تحت اللي هو الاي دي ده زي الهويه بتاعتك، زي بصمه الصباع كده. تمام؟ اما محمد اتغيرت. فلو دوست على شير هلاقي ان هنا اللينك اصلا تمام اتغير عندي. اللينك ده ثابت، يعني انا بس اعمل ريفرش الاول عشان بس هتلاقي محمد لازم تتغير عندي. فانا اعمل ريفرش الاول اهو، دوس على شير. تمام؟ ممكن اغير الكود عادي اهو بص كده اهو. فمش منطقي ابقى هي اسمه محمد واخليها عزت، هخليها محمد مثلا. تمام؟ وادوس على سيف. فانا لو مشير اللينك للناس اصلا من الاول ان هو اصلا طيب اوكي. طيب شوف كده من هنا. اوكي اوريدي توكن هنا عشان هو متاخد قبل كده في كلندر تاني، فخليه واحد مثلا زي كده. خلاص وادوس على سيف مثلا. فانا رحت مغير اللينك بتاعي
فايه اللي هيحصل لو دوست على شير هنا؟ هلاقي ان هنا محمد واحد. فانا لو بعت لك اللينك الاولاني فيه عزت، خلاص كده اللينك بقى بايظ، مش هيفتح معاك حاجه. ولكن لو انا اصلا من الاول بعت للعميل اللينك اللي فيه الاي دي ده، هو الاي دي ده ثابت. تمام؟ فدي من الحاجات المهمه جدا 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 عندي. يبقى دايما لما ابعت في ايميل او اي حاجه للعميل عندي يحجز، اختار دايما اللينك اللي تحت. الحاجات اللي نخلي بالنا منها في موضوع الكالندر. تمام؟ طيب. بعد كده عندي هنا الايميل. والايميل حقيقي الاوتو ريب هعمل حاجه جامده جدا، ان انا اقدر اصلا اعمل ايميل من هنا، ايميل احترافي اصلا من عليه بكل بساطه. تمام؟ فمش بس ان انا اقدر ابعت من عليه، لا ده انا كمان اكريت الايميل نفسه من عليه. تمام؟ فممكن ان احنا لو دخلنا على الثانيه اللي هنا اللي عندي، اوكي، بتاعتي، فلاقيني ان انا عامل اصلا اهو ايميل سيرفيس رابطه بالدومين بتاعي من هنا، محمد عزت اونلاين. ادي محمد عزت وادي الانفو. اوكي، انا عامل الانفو ده من خلال المنصه هنا بتاعت الاوتورايت. تمام؟ بكل بساطه. طيب انا عايز اعمل ايميل تاني مثلا وليكن، هدوس هنا على اد دومين عندي، ودايما بخليه بالسب دومين، يعني خلي دايما الايميل معمول على السب دومين، ده الافضل يعني. فانا مثلا عندي محمد عزت دوت اونلاين، لا يبقى انا هخليه مثلا ال بي بي مثلا دوت محمد عزت دوت اونلاين. اوكي، وادوس على اد اند فيريفاي. فهو هيجيب لي ايه من هنا؟ هيجيب لي اصلا ان انا المفروض اضيف حاجه اسمها ريكورد في الدي ان اس بتاعي على المنصه اللي انا مشتري منها الدومين نفسه. هيديني الحاجات دي، هفتح المنصه بتاعتي، هروح لحاجه اسمها الدي ان اس، اوكي، وابتدي اضيف دول بكل بساطه زي كده، وادوس على فيريفاي. طيب بعد ما ادوس بياخد في حدود 30 ثانيه. تمام؟ بعد ما بضيفهم هناك وادوس على فيريفاي هنا، بياخد في حدود 30 ثانيه بلاقيه اتضاف عندي. طيب اتضاف عندي بقى زي ايه؟ زي كده. ده بس نعمل له ديليت. لما اعمل ديليت في المنصه كلها في اي حاجه دي ثابته، بيقول لك اكتب كلمه ديليت كتاب، فانت بتاخدها كوبي مثلا وتتاكد انت واخدها من غير مسافات، وتحطها هنا ايه، وتدوس على ديليت. ده في كل الاماكن، كل المنصه زي ما احنا متفقين. طيب فهو انا عندي هنا راح عمل لي الاسم بتاعه والايميل. طب انا عايز اعدل الاسم، بدوس كده هنا عندي على الثلاث نقط دول، وعندي حاجه اسمها السيت هيدرز، بدوس عليها واقدر اغير محمد عزت دي براحتي خالص. تمام؟ اخليها مثلا اهو مو عزت مثلا، وادي الانفو الايميل بتاعي، اوكي، واعمل له سيف اهو، الاقيه مو عزت اهو. فلما يتبعت لحد هيتبعت له مو عزت والايميل بتاعي، ده بكل بساطه. واقدر استخدم الايميل بتاعي بعد كده في المنصه، يبعت ويستقبل عادي، مفيش اي مشكله. طيب حلو قوي. رجعه تاني بس محمد عزت زي ما كان. اوكي تمام زي الفل. طيب نرجع نكمل الاعدادات بتاعتنا. هنا عندي لو هضيف رقم تليفون، تمام، بمزود برقم بكل التفاصيل اللي عندي هنا، بستقبل مكالمات وكل حاجه من خلال السيستم اللي عندي، والاس ام اس وكل حاجه. اوكي. طيب هنا عندي الواتساب. الواتساب بيبقى له طبعا سبسكريبشن تاني مختلف، اوكي، في الاوتو ربح. واول ما بنربط الواتساب بيبقى فيه سحر موجود عندي. طيب تعالوا نشوف ده مع بعض. طيب تعالوا نشوف كده عندي. ماشي. في الواتساب. تمام. طيب انا دلوقتي بكلم السبورت بتاع المنصه عشان يفتح لي الواتساب اهو زي كده مثلا. فهو فتح لي، دفع لي سبسكريبشن عشان افتح الواتساب. طيب بعمل ايه بعد كده؟ بعمل حاجه اسمها اد نمبر. اول مره بعمل فيها اد نمبر
تمام، فور فري مع المنصه. بيديك رقم فور فري عادي خالص، بتعمله مع المنصه عادي جدا. بتدوس هنا على اد، اوكي، وبتضيف هنا الرقم من التليفون بتاعك بكل بساطه. هضيف اهو الرقم التليفون بتاعي. طيب انا دلوقتي عايز اختار مصر مثلا، خلاص اشيل ده كده اهو، كتبت ايه جاب لي مصر. ادوس على بروسيد تو فيريفاي، بيقول لي إن الرقم ده غلط. ليه؟ عشان انا كاتب هنا 2 في الاول كده، اشيلها كده. تمام، زائد 2، زائد 2 0. اوكي ماشي. هو بيقول لي إيه هنا؟ بيقول لي once connect your WhatsApp here you will no longer be able to use it on WhatsApp mobile app. طيب ماشي، يبقى اذا هنا انا عندي المفروض ان انا عشان خلاص انا ضفت اوريدي بالفعل رقم بتاعي التاني، اوكي، فخلاص هو اتضاف عندي. بكل بساطه بضيف الرقم زي كده بيتضاف عندي. بعد ما بيتضاف عندي الواتساب، اوكي، بيفتح لي ان انا اكمل خطوات مع الفيسبوك بيزنس. هي خطوات كلها نيكست عادي، ما فيهاش اي مشكله. طيب لما ضفت الرقم هنا، ايه اللي انا ممكن اعمله تاني؟ ان انا اقدر من مانج دي اشوف حاجات مهمه جدا. تمام، ان انا اقدر اشوف من عندي هنا الحاجات اللي مفتوحه لي اصلا، اوكي، عدد الرسائل المفتوحه ان انا ابتدي اتعامل من خلالها. طيب ايه كمان؟ ممكن اعمل هنا تمبلت. التمبلت ده يتبعت للعميل، اوكي، لما اعمل كامبينز على الواتساب من هنا بكل بساطه. هنا الفلوز ان انا ممكن اعمل فلوس كامله او اوتوميشن كامل على الواتساب من عندي. يدخل العميل على الواتساب باوتوميشن متكامل. طيب حلو جدا، تعالوا نكمل مع بعض. عندي بعد كده الحاجات اللي بعد كده دي، تمام، يهمنا فيها اكتر حاجه الدومينز، ان انت تضيف دومينك منصه بكل بساطه. تمام، بتدوس على كونكت دومين، او ممكن تشتري دومين اصلا من خلال لوتو ربح. تمام، لو انت ضايف الفيزا بتاعتك زي ما اتكلمنا في الاول تقدر تشتري عادي، او ان انت تعمل كونكت دومين من هنا، وبتشوف انت عايز تعمل كونكت الايميل مع ايه. مثلا هنعمل كونكت مع الويب سايت والفانلز. بص هو جايبهم لك كلهم اهو، اوكي. دوس على كونكت بكل بساطه، بتكتب الدومين بتاعك هنا مثلا اهو، تمام، ودوس على كونتينيو. تمام، بيقول لك كمان هتضيف الدبليو دبليو دوت، يعني خلاص لو حد كتب دبليو دبليو دوت محمد عزت دوت اونلاين هيظهر له، او لو كتب محمد عزت دوت اونلاين هيظهر له. فالخيار ده مهم جدا ان انا اعمل عليه تشيك. كده بدوس على كونتينيو، هيجيب لي الدي ان اس اللي احنا اتكلمنا عنه. تمام، نفس القصه، باخد الدي ان اس واحطه عندي اهو، بحطهم عندي في المنصه اللي مشتري منها الدومين، اوكي، واعمل فيريفاي وادوس فيريفاي هنا بلاقيه اتفعل خلال 30 ثانيه. طيب بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده على طول اهو، الدومين عندي اتفعل تمام بالفعل، اوكي، واقدر اعمل له من هنا مانج، واقدر اشوف كمان الدومينات او السب دومينز اللي انا رابطها. يبقى انا عامل حاجه اسمها سكول بتاعتي الاكاديميه بتاعت الكورسات، وعامل لاندنج بيج والدومين الاساسي بتاعي، اوكي، ورابط بيه الحاجات دي كلها. ادوس على مانج من هنا، ابتدي اشوف كل التفاصيل بتاعتي. طيب انا الايميل بتاعي اقدر اعمل له ايه، او الويب سايت بتاعي اقدر اعمل له ايه؟ اقدر اخليه هنا كونكت بحاجه معينه. يبقى انا ممكن اخليه كونكت اهو، كونتينيو، تمام، وادوس على كونتينيو زي ما احنا عملنا. تمام، عايز اضيف سب دومين، طيب عندي على نفس الدومين بعمل ايه؟ بدوس على كونكت هنا مثلا مع الفانل مفيش مشكله، وهخليها هنا سب دومين. تمام، واكتب انا هنا عندي السب دومين بتاعي اللي انا عايزه، اخليه مثلا سيلز مثلا دوت محمد عزت دوت اونلاين، ودوس على كونتينيو. على كونتينيو هيطلع لي الدي ان اس، اخده واضيفه. الدنيا بسيطه خالص وسهله، ما فيهاش اي مشكله. بس هيتضاف بس السيلز في السي نيم عندي هو زياده على الدومين، شكرا، وهتلاقيه اتضاف عندي في السب دومين. طيب
حلو جدا. طالما ضفت الدومين كده يبقى اقدر ان انا اضيفه عندي في فانل، في ويب سايت، في بلوج، في كل الحاجات اللي موجوده عندي في الاوتو ربح بتاعي. تمام. طيب ايه كمان مهم عندي؟ الانتجريشن. الانتجريشن هنا، مش احنا امبارح قلنا بنربط الفيسبوك، نربط الانستجرام، بنترست، ولينكد ان من هنا اهو، بكل بساطه. الدنيا بسيطه وسهله وما فيهاش اي تعقيد. كمان لو عايزين نربط حاجات بالاي اي والذكاء الاصطناعي بالاوبن راوتر. طيب عندي جوجل فورم، حابب ان انا اربط بيه كولكت الداتا، عندي هنا مفيش اي مشكله. بعملها ازاي؟ بدخل هنا على كل واحد، بدخل على الكالندر هنا وبدوس على مانج. اوكي، لو انا رابط بالفعل هيقول لي مانج، مش رابط هيقول لي اد من الاول. طيب بعد كده هدوس على هنا اهو عادي خالص محمد عزت، بدوس على اد نيو وابتدي اربط مع الجوجل كالندر بتاعتي، الاوتلوك، الاي كلاود اللي اتكلمنا عنه امبارح، وكالندلي اللي احنا قلنا متخصصه في موضوع الكالندر، والاوتو ربح اول اون وان. فبالتالي بتوفر علينا ان احنا نشترك منصه زي كده من خلال ان هي موجوده عندي. طيب هل لو عندي مواعيد في كالندر تضيع عليا؟ لا، اعمل لها كونكت هنا، يبقى في انتجريشن مع بعض، تبقى الامور واضحه عندي من غير اي تعقيد. طيب هضيف ازاي ده؟ بكل بساطه، ادي جوجل كالندر، ادوس على كونكت، هيخليني اعمل، هكمل على طول عندي على الجيميل بتاعي هنا، هكتب الباسورد وادوس نيكست، هيعمل ربط على طول من غير اي مشاكل. تمام، موضوع بسيط مش هياخد اي حاجه. طيب نفس الفكره عندي هنا في جوجل ميت، في الزوم، مايكروسوفت تيمز. كونكت، انت تبقى فاتح دايما الايميل بتاعك على نفس المتصفح عشان تعمل كونكت بكل بساطه. تمام. طيب نيجي بعد كده نرجع تاني، انا عايز اجيب عندي انتجريشن هنا، وعايز اربط هنا جوجل اكونت بتاعي، جوجل ادز والجيميل وجوجل درايف وكل ده من هنا. كونكت عادي خالص، ادوس على هنا نفس الفكره محمد عزت، فتحه وهيعمل ساين ان وهتلاقيه ربط بكل بساطه. طيب نفس الفكره الفيسبوك، بدوس على كونكت هنا، انا اوريدي عامل ساين ان على الاكونت بتاعي فيسبوك، تمام، على الجهاز، وعملت نيكست واخترت بقى. فانا ممكن اختار ايه من هنا؟ الصفحات بتاعتي دي، الصفحات اللي انا فيها ادمن على الاكونت بتاعي، دي كل الصفحات اللي عندي. اوكي خلاص تمام زي الفل، مفيش اي مشكله. عايز انا اضيف صفحه مثلا زي الصفحه دي، اوكي هضيفها معايا وادوس على ابديت اند كونتينيو. ماشي كونفيج، ماشي مفيش مشكله عندي هنا، وهبتدي ان انا خلاص كده اتضافت عندي، وادوس على سيف. كده اتضافت عندي الصفحه بكل بساطه، ما فيهاش اي مشكله. اكونت لينكد ان نفس القصه، ادوس على كونكت ويبقى انا فاتح الاكونت اهو بتاع لينكد ان، ادوس على ساين ان زي كده. ماشي اوكي، بيقول لي ان انا اعمل ده من خلال الابلكيشن. تمام. طيب تمام، افتح الابلكيشن عندي اهو، جاب لي فيريفاي من خلال الابلكيشن. هاكد الاشعار. ماشي اوكي تمام اهو، اما من فوق هنا اهو بيقول لي ساين ان ريكويست من الابلكيشن بتاع لينكد ان على الموبايل. ادوس يس بكل بساطه زي كده، هلاقيه هنا على طول اهو عمل لودنج، وهلاقيه خلاص هو ربط كده باللينكد ان عندي. تمام، وسيف والدنيا تمام ما فيهاش اي مشكله. فالربط اسهل مما نتخيل. نفس القصه في التيك توك، كل المنصات زي كده، تبقى انت فاتح اصلا الاكونت عندك على البراوزر، تمام، وتعمل كونكت من هنا، فانت ربطت بكل المنصات اللي عندك. حلو قوي. طيب انا ربطت بكل المنصات والدنيا تمام. تعالوا دلوقتي نعمل كامبين. اول حاجه زي ما احنا اتكلمنا في رحله العميل، ان انا هنزل بوست، ده خطوه رقم واحد، صح كده؟ طيب قلنا بعد ما هنزل بوست اللي هيحصل ان فيه كومنت، الكومنت ده هيتعمل عليه لايك، بعد كده هيروح له رساله، بعد ما يروح له رساله فيها لينك، هيدخل على الويب سايت عندي، على الويب سايت هيبقى فيه فورم يسجل بياناته. حلو، بعد ما يسجل بياناته يدخل عندي في التاج والورك فلو بتاعي. طيب في رحله العميل دي
احنا قلنا في حاجه اسمها ويب سايت، احنا شفنا ازاي نعمله امبارح، تمام؟ ناقص ان احنا نشوف نعمل ازاي الفورم او البوب اب اللي احنا هنعملها مع العميل. اوكي، طيب. فانا عندي هنا في السايت بكل بساطه عندي هنا حاجه اسمها فورمز، اقدر ان انا اعمل بيلدر من هنا، ادوس على بيلدر في الفورم، تمام؟ دي انا فورم عاملها قبل كده اهي. ممكن اعمل كرييت فورم براحتي خالص، ادوس على كرييت فورم، نفس الفكره، لا اما فروم سكراتش لا اما من تمبلت. زي ما احنا قلنا نبص على التمبلت في الاول، شوف كونتينيو هل في حاجه مناسبه اللي انا عايزه ولا لا، تمام؟ ممكن يبقى اعطيك هو فورم اشكال احلى وافكار احلى زي ما انت عايز. مثلا شغال في البيزنس والكوتشنج، فاشوف مثلا بالنسبه لي والله ده فورم كويس، اشوف بريفيو كده اشوفها حلوه ولا لا معايا، تمام؟ شكلها كويس مش وحش، شكلها كويس. ادوس على تشوز هنا تمبلت مثلا واختارها وابتدي اعدل. نفس فكره التعديل ثابته في كل انحاء الاوتوريت. هيفتح معايا، اوكي اهو، ادي الفورم بكل بساطه. نفس الفكره، لو دوست هنا خلاص احنا بقينا عارفين ده ايه كويس. ادوست هنا، تمام؟ عايز اعدل في حاجه معينه، انا عايز اعدل في ده، ادوس على السيتنج هنا. ممكن ان انا اغير الصوره دي بكل بساطه، ادوس كده على الاستورج عندي هنا، الصوره الفوتو دي، تمام؟ وابتدي ان انا اغيرها من عندي. المفروض بدوس كده بتفتح لي ان انا اغيرها. نعمل ريفرش، اهو، تمام؟ فتحت معايا. عايز احط انا صوره مثلا للفورم، اخليها مثلا التفاصيل بتاعه الكورس تبقى موجوده للناس تسجل بيانات هتشجعهم اكتر مثلا. اوكي، طيب. هنا الفول نيم هنا عندي خلاص، انا مش عايز اخليها فول نيم هنا موجوده، اكتبها الاسم الاول مثلا بالعربي، الاسم اهو، الاسم بالكامل مثلا. اوكي، الايميل يبقى هنا هخليها الايميل بكل بساطه. طيب، ايه تاني مهم عندي؟ ان انا هنا هل هي ريكوايرد ولا لا؟ انا عايز اخد الاسم فعلا، يبقى اخليه ريكوايرد من هنا. طيب، عايز ان انا الايميل ده ريكواير ولا مش اخليه ريكوايرد. الفون نمبر ريكوايرد، اوكي. الشركه بتاعته مش مهم قوي فما خلاش ريكوايرد مثلا، تمام؟ فطالما مش ريكوايرد مش هيبقى عليها نجمه، يبقى ايه؟ مش لازم. طيب، في العادي احنا في الغالب بنشيل الحاجات بتاعه اللي هو السياسات وهكذا والحاجات دي عادي عشان تبقى اسهل بس ان العميل يسجل. طيب، افرض ان انا عايز اغير الباتون ده، اغير الكلمه اللي مكتوب عليه ساين اب، من هنا بدوس عليها كده وبشيل ساين اب دي واخليها تسجيل اهو، تسجيل البيانات مثلا، وليكن عندي كده، تمام؟ بكل بساطه. عايز اغير السيم هنا من عندي، اختار لونه اخضر، دي الوان موجوده عندي، واقدر اختار اخليه فاضي من جوه براحتي، اخليه كلمه بس زي ما انا عايز، بختار من هنا بكل سهوله، بيتغير عندي. فالبيلدر سهل جدا وبسيط. طيب، افرض ان انا عايز اضيف حاجه من هنا، نفس الفكره، ان انا اخد الفول نيم اضيفه. عايز ان انا مثلا العميل يحط الادرس او العنوان بتاعه، بمسك الادرس ده كده واحطه هنا بس كده، شكرا، جاب لي كل التفاصيل اللي تخص الادرس او البيانات بتاعته عندي، تمام؟ ده بكل بساطه عندي. ممكن اشيل بوستال كود، اشيل ستيت، اشيل الكانتري براحتي، اللي انا عايزه بشيله واللي انا عايزه بحطه، بشوف التفاصيل عامله ازاي من هنا. بعد كده بدوس على سيف. بس قبل ما ادوس على سيف بسمي هنا الفورم دي، فهخليها فورم مثلا اهو، فورم الكورس بتاعي، مفيش مشكله، وادوس على سيف. فخلاص انا عارف الفورم الكورس وهكذا. طيب، تعالوا نخلي الفورم دي هي تبقى البوب اب اول ما العميل عندي، تمام، يدخل على الويب سايت او يسجل بيانات. هنروح على سايت تاني، بعد كده هدخل على ويب سايت بكل بساطه. هدخل على الويب سايت بتاعي محمد عزت. طيب، انا دلوقتي عايز اعدل. هل من المنطقي اعدل على نفس الصفحه ولا الافضل ان انا اعمل دبليكيت الاول؟ الافضل ان انا بعمل دبليكيت الاول من بره هنا خالص، عندي بدوس كده واعمل كولون او دبليكيت، تمام؟
اهو، اسميها محمد عزت كوبي برضو عادي، كونفيرم، عشان ابقى عارف ان ده دبليكيت. اشوف التعديلات الاول على الدبليكيت، على الدنيا عامله ازاي، عشان الكامبين اللي انا عاملها على التاني تبقى اموره تمام، ما فيهاش اي مشاكل. حلو. طيب هلاقيه بس بيعمل لودنج كده، اول ما يخلص هلاقيه ان هو جاهز ان انا ابتدي اشوفه واعمل له بريفيو واشوف تفاصيله عامله ازاي. طيب من الحاجات المهمه برضو عندي ان انا كده في كذا ويب سايت والدنيا داخله في بعض، المفروض ان انا اعمل فولدر من هنا، نيو فولدر من هنا، هسميه مثلا محمد عزت، اوكي، واضيف فيه الويب سايتات بتاعت محمد عزت. طيب عندي عميل تاني اسمه احمد محمد، اضيف احمد محمد، اضيف في الويب سايت. فانا هو محمد عزت كوبي خلاص خلص، هضيفه في الفولدر بتاع محمد عزت ده، اضيف كده، وادوس على موف تو فولدر بكل بساطه، هختار اللي ظهر عندي محمد عزت، مفتي سيلكت فولدر عندي، خلاص هتلاقيه اتشال من هنا. لو دخلت على محمد عزت في فولدر هلاقيه موجود عندي، الموضوع بقى منظم واضح وسهل وبسيط جدا. ادخل هنا عادي خالص، ادخل على الويب سايت عندي، طيب هاجي هنا، اول حاجه الاحظها ان هو بيجيب لي كونكت دومين، انا عملت كوبي، هل يعقل ان هو يعمل لي كوبي حتى بنفس الدومين؟ لا طبعا، هو الدومين مرتبط بحاجه واحده، اوكي، ولكن ممكن ادوس على كونكت دومين، انا عامل سب دومين تاني مسميه ال بي، فهو بيجيب لي الدومينات اللي موجوده، فممكن اخلي ده اسمه ال بي دوت محمد عزت دوت اونلاين، اوكي مفيش مشكله عندي، وادوس على سيف، تمام. فخلاص بقى على طول عندي هنا ال بي تم الارتباط، عشان اضيف عندي الدومين من الاول، يبقى التاسيس الصح بيسهل عليا عمليه ايه، الشغل بتاعي، اوكي. طيب حلو قوي. هاجي هنا في حاجه اسمها البوب اب سيتنج من هنا، واحنا كنا عايزين نضيف يبقى في بوب اب بيحصل، فانا هلغي دول، تمام، ادوس على كرييت نيو بوب اب من هنا، وادوس على اد. حلو. طيب اول ما دوست على اد هنا هو جاب لي دي، فتحها لي، اقدر ان انا احط في البوب اب زي ما انا عايز، اي حاجه انا عايزها، اي اليمنت، تمام. طيب انا دلوقتي عايز اضيف اصلا هنا بوب اب، اللي هي ايه اصلا اساسا فورم، صح؟ فهاجي عند الاليمنت بتاعت الفورم واحطها، دوس تاني اهو، اضغط عليها كده هلاقيها اتضافت. طيب بيقول هنا يو دونت هاف اني فورمز يت، يبقى انا محتاج ان انا اختار ايه فورم، يبقى بدوس كده اهو، مهمه دي، ادوس تاني عليها على الجمله دي كويس من هنا، وابتدي بعد كده اختار الفورم بتاعتي اللي انا عايزها، يبقى انا هدوس هنا كده، تمام، واختار اهو، اول ما جيت اليمنت اوبشن ادوس كده هيطلع لي فورم زيرو او فورم كورس، فورم كورس اللي احنا لسه عاملينها مع بعض اهو، لو دوست عليها الاقي نفس الفورم اللي احنا عملناها نزلت عندي بكل بساطه، اوكي. طيب ادوس على ببلش هنا، خلاص امورها تمام، الدنيا زي الفل، ابتدي اعمل بريفيو، عايز افتح عندي الصفحه بتاعتي، هلاقي اول ما افتح الصفحه كويس اهو ظهرت الفورم القديمه اللي عندي دي، اوكي. طيب ليه ظهرت الفورم القديمه اللي عندي؟ تعالوا نشوف. يبقى انا عندي ادخل تاني على البوب اب سيتنج والغي، انا عايز الغي بقى ايه القديمه اللي موجوده، لو دوست ايديت اتاكد ان هي دي بتاعتي ولا مش بتاعتي. طيب تعالوا بوب اب سيتنج مره كمان، ابتدي اشوف اهي. طيب ادوس على ايديت في الثانيه، يبقى انا كده هو ما عملش سيفنج للي انا عملته، يبقى انا محتاج ان انا ادوس على البوب اب سيتنج، تمام، هلغي دي واعدل هنا، اوكي، وادوس على اد فورم، ادوس على هنا، مش اختارها من هنا او من هنا عادي، هي واحد، ادوس على سيف، تمام. لما يعمل عمليه السيفنج اعمل بعد كده ببلش، ببلش اهو، خلص كده عندي، ادوس هنا يفتح. طيب هو ممكن يكون كاش اصلا، طيب ممكن يكون كاش، طيب اخد كده ده كوبي، مفيش مشكله، ابتدي افتح هنا تصفح متخفي،
احطها عندي واتاكد. طب فتح لي كده اهي. يبقى اذا كانت كاش بس مش اكتر، كانت كاش مش اكتر. طيب ارجع تاني هنا، ادوس اهو، ادوس انتر واشوف المفروض تظهر دلوقتي عندي البوب اب بتاعتي، تمام، اللي هي اللي انا اخترتها. اهو ظهرت البوب اب عندي. طيب دي خدت وقت طويل قوي، تعالوا نعدل في الوقت اللي تظهر فيه اصلا. يبقى تعالوا كده هنا، تمام، امور اهو زي الفل. انا دلوقتي عايز اعدل في البوب اب سيتنج هنا بالنسبه لي اهو. هنا هو قال لي ان هي هتظهر لما يعمل عمليه اكزit، لما العميل يطلع من الويب سايت. يبقى العميل قبل ما يطلع على طول تظهر له البوب اب. لا انا مش عايز كده، انا عايز يبقى في ديلي، انا عايز في وقت ثانيتين، بعد ثانيتين اول ما العميل يدخل ويب سايت تظهر البوب اب عندي. ادوس على سيف، اعمل ببلش من هنا، افتح الويب سايت، 1 2 اهو ظهرت على طول، بعد ثانيتين ظهرت عندي البوب اب. اوكي